السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أسرع كلمات تجلب الفرج بإذن الله؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الحاكم وابن أبي الدنيا في الفرج بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعاء ذي النون، أي دعاء صاحب الحوت وهو يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. وفي رواية عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا بها، أي حين دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الله أكبر. فمن أعظم الأدعية التي تكون سببا في تفريج الهموم والكروب والمآسي والمصائب ورفع البلاء بفضل الله هو دعاء سيدنا يونس عليه السلام، وهو: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلنا عارفين أن سيدنا يونس لما ألقي في بطن الحوت فأوحى الله إلى الحوت وحي إلهام أن ألا تأكل جسد يونس فإني جعلت بطنك له سجنا فلا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما. فالمهم، فيونس عليه السلام لما نزل الحوت إلى قاع البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأفاق من تلك المصيبة التي ألمت به، وأن يكون في بطن حوت في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمع الملائكة صوت يونس عليه السلام ودعوة يونس فقالوا: يا رب، صوت معروف جاء من أرض غريبة. قال: أجل، هذا صوت عبد يونس عليه السلام. فقالوا: يا رب، عبدك يونس الذي يصعد إليك منه في كل يوم دعوة مستجابة وعمل صالح. قال: أجل. قالوا: اللهم شفعنا فيه. الله. فالإنسان لما بيكون مطيع لله سبحانه وتعالى الملائكة تعرفه، وحينما يقع في أزمة تشفع لك الملائكة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فقبل الله شفاعتهم فأمر الحوت فلفظه على شاطئ البحر. قال جل وعلا: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة القرع العسلي اللي هي الدباء. سبحان الله، هذه الشجرة لها مميزات عجيبة جدا كانت مناسبة للموقف ده. سيدنا يونس خارج من بطن الحوت وجسمه كله مهري من شدة حرارة بطن الحوت. فلما وصل إلى هذا المكان كان لا يتحمل أبدا إن ذبابة تأتي عليه. فشجرة اليقطين منها طعام ومنها شراب ومنها دواء بفضل الله سبحانه وتعالى، والورق الشجر بتاعها يظلل على الإنسان لأنه عريض جدا فيقيه من الشمس، وفوق ده كله ورق الشجرة ديت بيصدر رائحة تنفر منه الذباب وسائر الحشرات. فبالتالي ضمن الطعام والشراب والدواء والظل، وإن ما فيش حشرة تقرب له بفضل الله سبحانه وتعالى. فكانت النجاة بفضل الله أولا وآخرا، ثم بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كتروا منه بالله عليكم، وسترون العجب العجاب من فرج الله ومن كرم الله ومن جود الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يفرج كربكم وكرب المسلمين في كل أقطار الأرض يا رب العالمين. جمعني الله وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.